بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده هنعمل وصفة لذيذة كده مريحة. هنريح بيها معدتنا من الأكلات اللي هي كتيرة. طبعا هي الوصفة دي متكررة وناس كتير عملتها، بس كل واحد ليه تكاته. يعني ممكن تكوني شفتي الوصفة دي كتير أو انت تكوني عملتيها كمان، بس ممكن تكون في حاجة جديدة هعملها في الوصفة دي. قبل ما نشوف المقادير أو المكونات، ان شاء الله كده نذكر ربنا عشان ربنا يرضى علينا في الدنيا وفي الاخره. يا الله، نسألك اياما مبشره وهموما راحله وقلوبا مطمئنه يا رب العالمين، امين امين امين. ليا وليكوا كل الاحباب ان شاء الله. هنحتاج في الوصفه دي طبعا الكميات دي حسبك انت. يعني انا اعتبره ان انا مثلا هجيب نص كيلو مكرونه. انا خدت نوعين من المكرونه، نوع صغير خالص اللي هو ده كده، ونوع اللي هو الاسباجيتي، وعدس بمقدار مثلا كوبايه الا ربع عدس بجبه، ومقدار كوبايه الا ربع عدس اصفر، وكوبايه الا ربع حمص الشام، وبصله متقطعه رفيع جدا، وفلفلايه رومي وثوم وفلفل حامي وليمونه وصلصه ومعلقه بوريه ورز. الرز بقى برضو حسب كم يعني ما انت عايزه. انا عامله مثلا كوبايتين. دلوقتي بقى هنبتدي في الوصفة ونشوف كده بقى. تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه. طبعا احنا متفقين ان كل شيخ ليه طريقة. دلوقتي اول حاجة بسم الله الرحمن الرحيم هعمل الصلصة. هحط معلقة البوريه ومعاها معلقة سكر، وهسيبهم يتسبكوا وهركنها على جنب. والصلصة دلوقتي بتاخد سواها. هحط معاها طبعا شوية كمون وملح وكده هحيقها. وعليت وحطيت دلوقتي زيت، شوية زيت كويسين. بحمر فيهم البصلاية. قبل ما بحطها عفرتها بشوية دقيق وشوية نشا عشان تتقرمش. وانا بحمرها دلوقتي حطيت حلة فيها ملح علشان اسلق المكرونة. ودلوقتي انا بسلق البقوليات اللي هو العدس والحمص. دلوقتي المكرونه تتسلق والبقوليات هتتسلق والحمص هيخلص والبصل هيتقرمش. هسيبه لحد لما يتحمص يعني او يتحمر كده ياخد لون التحميره اللي احنا عايزينها. بصوا البصله كده خدت اللون الحلو اللي احنا عايزينه. دلوقتي هطلعها واقلل الزيت وهحط الرز مكان البصله عشان تدي طعم كده وريحه البصله. بعد ما صورت لقيت البخار عامل خالص على الكاميرا فما ينفعش التصوير، فانا بعيدها تاني الحته دي. بعد ما نزلت الرز، انا مكان الحله اللي انا حمرت فيها البصله، شلت البصله خلاص واخدت مكانها، بس قللت الزيت عشان الزيت كان كتير. وحطيت فيها ميه غليت وحطيت لها ملح ونزلت بيه الرز والعدس الاصفر، وهوطي عليها واحط الشياطه واسيبهم يستووا. وهكمل بقى بقيه الصلصه. يعني بقيه وصفه الصلصه حطيت تومه يا دوب بس هشوحها كده، مش هخليها تاخد لون. وفرمت الفلفل الرومي مع الفلفل الحراق واحطهم عليها. وعصرة ليمون او خل. انا فضلت الليمون عشان الليمون بيبقى يدي طعم احلى. انت عايز تحطي خل مفيش مشكله. دي بقى الصلصه بتاعت الصلصه تدي طعم بقى ايه، ريحه الثوم يعني طالعه كده جميله مع الفلفل مع الليمون، ريحته جميله قوي. وهنزل بيه الصلصه بسم الله الرحمن الرحيم كده اهو. احلى صلصه بقى اتعملت. شايفين شكلها عامل ازاي؟ بصوا والريحه بقى، والريحه يا عيني على الريحه. وجي ميعاد الغرف. غرفت الرز بالعدس الاصفر، وهحط المكرونه عليها، وهحط
العدس، اللي هو بجبة، وهحط الحمص. الله اكبر، الله اعظم. كل ما اعمل لكم فيديو بيبقى فيه اذان. الحمد لله رب العالمين، ربنا يبارك يا رب. وكده خلص الطبق. اظن عرفتوا الطبق يبقى احلى طبق كشري هتاكلوه، جميل جدا ورائع. وطبعا شفتوا الخطوات اول باول، وطبعا الطريقه ان شاء الله يا رب تكون عجبتكم، وتعملوها بالف هنا وشفا ليكم لما تعملوها. شكرا.